لوبان أيدد عطور أديلين، الشركة العمانية اللي اشتغلوا مع عدة عطارين حول العالم، منهم دومينيك روبيان وكثير من العطارين. ولكن هذا العطر الجديد صحيح إنه اسمه لوبان وعطر لوبان، ولكن سووه مع العطار العالمي ألبرتو موريوس. خلونا نتكلم شوي عن العطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطر لوبان يتميز بالريحة اللبانية من افتتاحية العطر إلى حد ما بيقول تلاشيه، لأن العطر تبارك الله سواء على الورقة أو على الغترة يتم بالأيام، يتم العطر ريحته موجودة وواضحة وثابتة لفترة طويلة. فإذا أنت تبحث عن الأداء فهو موجود. الشغلة الثانية، إذا أنت من محبين ريحة اللبان، أنت وأنت من محبين ريحة اللبان بشكل ملحوظ، فهذا العطر جاب ريحة اللبان، جاب شيء مختلف. أنا كريحة لبان أو ريحة عطر مختلفة أشوف إنه صراحة مختلفة، ولو إني يعني للأمانة كنت شوي متخوف، لأن عادة العطارين العالميين ذيلا مرات ما يبنون لك شيء جديد، يعني يكون عنده اوريدي خلطات مسويها من فترات هالشكل، يسوي عليها توست ويعطيك اياها. هني في توظيف جديد، ريحة بالنسبة لي جديدة. ريحة اللبان هني جاية بطابع تابلي أشوفه أنسب للفصول الباردة أكثر، ومن حيث يعني فوحان العطر وثباته العالي أشوف أنه يمكن، والعلم عند الله طبعا، الشعب العماني بحكم أنه يحبون الروائح القوية ويحبون الروائح اللبانية والتابلية راح يضرب عندهم، والله أعلم. بس أنا أتكلم عن الذوق العام بشكل عام. إذا أنتم من الناس اللي يحبون الريحة المختلفة اللي فيها تقلبات في ريحة العطر، فهذا العطر راح يناسبكم. العطر فيه مكونات كثير. افتتاحية العطر يكون فيها الفلفل الوردي والفلفل الأسود، في لمسة تابلية واضحة في افتتاحية العطر ظاهرة مع ريحة اللبان، ولكن هذه الريحة تبرد فيصير كأن تمازج راتنجي صمغي لباني من استخدام الألمي، الألبانم، الأمبروكس، مش هو يمكن الأمبروكسان ولا الأمبروكس سوبر، وفي كذلك الأمبروتولايد. الأمبروتولايد هذا يعطي مرات ريحة عنبرية تميل، مرات تعطي روايح فاكهية في العطر. كذلك مستخدمين فيها البنفسج، مستخدمين مكونات كثيرة، مستخدمين فيها ريحة بلسمية، فيه الأمبر جريس اللي هو عنبر الحوت، فيه السيدر خشب السيدر وود، فيه الأمبروسينيد، فيه البارلاين ريحة تعطي ريحة الشوكولات، الجونيبر، السرو والعرعر، وفيه كذلك زيت البرتقال. ولكن بشكل عام العطر أثناء تنقلاته تظل معاك ريحة اللبان واضحة جدا وجميلة وحاضرة، تميل للفصول الباردة بالنسبة لي صراحة. ولو أني للأمانة استعجلت وسويت حركة، رشيته ورحت الجيم، مش رشيته قبل لا أنزل وأدخل الجيم، وبصراحة تمرنت ساعتين الحمد لله ما قلب العطر يعني، وأعطاني مثلا وما أنصح أنك تسوي هالشيء طبعا، ما هو عطر للجيم، ولكن أنا بغيت أجرب يعني، ما قلب العطر وأعطاني مثلا ريحة منفرة ولا شيء، بالعكس. طبعا مثل ما قلت لكم الريحة في الافتتاحية تكون شيئا ما تابلية، بعدين يبرد العطر ينتقل إلى الوجه البلسمي الصمغي لريحة العطر بتمازج ريحة اللبان مع الروائح الثانية الزهرية، شيئا ما العشبية اللي جاية من استخدام البنفسج، وريحة الفلفل الوردي حاضرة، ولكن ريحة اللبان وكل المكونات اللي استخدمها العطار هنا ألبرتو موريوس في تنقلات العطر تحافظ على أن اللبان يكون واضح حتى بعد ساعات وأيام من رش العطر سواء على الورقة أو على الغترة. العطر ثباته ممتاز وريحة اللبان فيه حاضرة حق الناس اللي يحبون ريحة اللبان. طيب، فهذا الوصف اللي أقدر أني أسميه وصف عام لريحة العطر. الأذواق اللي ممكن تتفق على ريحة العطر هم الناس اللي ذكرت قبل شوي، اللي يحبون الريحة التابلية، اللي يحبون ريحة اللبان. إذا أنت من الناس اللي لا تصور معين لريحة اللبان ودائما يبي ريحة اللبان تكون واضحة في عطر لباني، فهذا هو من الاختيارات المناسبة لك. إذا أنت تبي ريحة اللبان جاية بطريقة حمضية بطريقة سهلة، فهذا ما هو مناسب لك أمانة. أنا أشوف أن عطر يستاهل صراحة، وله أوقات ومواسم معينة، ما هو عطر حق كل يوم.
ابدا، فلا تفهم الموضوع غلط وتحسب انه عطر سهل بستخدمه خلاص كل يوم. لا، ما هو عطر يومي، عطر للمناسبات، وعطر ريحة اللبان فيه حاضرة. في ناس اول ما شموه قالوا انه قريب مثلا من عطور لبانيه او وظفت ريحه اللبان، مثلا انسنس سواب، سواء هذا او الاكستريت. في ناس في المحادثات قالوا انه يشبه رويال انسنس، انا اشوفه مختلف تماما عن رويال انسنس، هذاك ماخذ خط مختلف. في ناس مرات يشوفون انه فوياج من مثلا الفخامه العمانيه، قد يتفقون العطرين في خط معين من روائح ممكن، ولكن كذلك اشوف ان العطرين مختلفين. هني التركيز واضح على ريحة اللبان، وبالتالي جاء اسم العطر لبان. فهذا كل الوصف اللي اقدر اوصف فيه العطر. اذا عندكم اي اضافات ارجوكم لا تبخلون علينا في التعليقات، اخذوا راحتكم. وشكرا لكم، وكذلك شكرا لأديلين على اعطائي الفرصة لتجربة العطر. السلام عليكم ورحمة الله.